السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد معايا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا بديت معكم الفيديو من الوقيته هكا ديال الغداء. انا غادي نشارك معكم يعني بعض المقتطفات هكا من النهار ديالي كما العاده. المهم كما تشوفوا هنا دابا تنوجد غادي ندير الغداء. السردين، كفته ديال السردين مع الدنجال. المهم هذا الطويجين هذا راه شاركته معكم في القناه، ولكن بالكفته ديال اللحم. وهذه المره غادي نشاركو معكم هكا بالسردين تيجي اكثر يعني من رائع. درت هنا كما تشوفوا، قطعت هنا واحد الحبه ديال المطيشه كبيره، درت معها شويه ديال الثومه، شويه ديال الزيت، وخليتها يعني نقصت على المطيشه وخليتها حتى يعني طابت صافي. معستها بالفورشيت. وهنايا غادي نزيد التوابل. درت ملحه، بزار، درت شويه ديال الخرقوم البلدي، التحميره، ودرت قزبور ومعدنوس. صافي هنايا غادي نخلط يعني لاصوص ديالي، غادي نطلقها بشويه ديال الماء. وفي نفس الوقت راه تنوجد هنا الدنجال اللي كنقطعو هكا شرائح رقيقه. تندير شويه ديال الزيت في المقله وتنحمرو من الجهات بجوج. صافي هنايا غادي ندوز باش نشرمل السردين ديالي. المهم بالنسبه للشرموله راه الكل يعني كيعرف يشرمل الحوت. ملحه، بزار، الكمون، تحميره، الثومه وربيع وعصير ديال الحامض. هادشي اللي درت انايا. صافي ومن بعد غادي ندوز دابا باش نعمر هكا دوك الشرائح ديال الدنجال بالكفته على هذا الشكل هذا. وقد ما يعني كتحمري القطع ديال الدنجال مزيان، قد ما يعني تيجي بنين. صافي من بعد ما قاديتهم على هذا الشكل هذا غادي نديرهم في الطويجين ديالي. هنايا راه النار مهيله وميم طون راه كنوجد هنايا يعني الخضر باش غادي نرافق الطويجين ديالي. درت هنايا الخضره كتسلق. مهم دابا بعد ما كملت الطويجين ديالي غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب غير على المهل. وغادي ندوز نوجد معكم واحد الكيكه بالشكلاط. ما بغيت ان شاء الله نلقاها هكا في العشيه الكوتي. كما تشوفوا هنايا درت 3 ديال البيضات، درت كاس ديال السكر، العبار هنايا بكاس ديال العنبه. غادي نحاول يعني نطرب هذا السكر مع البيض حتى كيولي اللون ديالو ابيض. ماشي ضروري يضاعف الحجم ديالو، وماشي ضروري كاع نديرو الباطور، نقدروا نديرو غير الفوي الطراب اليدوي. من بعد زدت هنايا نص كاس ديال الزيت. وهنا يعني هبط السرعه ديال الخلاط، يعني كنخلط غير بشويه. وزدت هنايا كاس ديال الحليب، دائما نعبر بكاس ديال العنبه. هنايا غادي ندوز باش نغربل معاكم 2 كيسان ديال الدقيق فورص الخاص بالحلويات. بالنسبه للدقيق راه كاين اللي كيتشرب وكاين اللي لا. انا خدت معايا 2 كيسان، يعني تقدر تاخذ معاكم حتى 2 كيسان ونص. المهم غادي نغربل الدقيق. هادشي تتشوفوا يعني في الصفايه راه غير الملحه كنت درتها للدقيق باش ما يخسر لياش. صافي غادي نبقى نزيد ندقيق غير شويه بشويه، حيت كما قلت لكم الدقيق راه كيكون اللي كيتشرب هكا وتيكون اللي ما كيتشربش. المهم انا خدات معايا 2 كيسان بالضبط. غادي نزيد هنا 2 ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه 16 غرام. وزدت هنايا 2 ديال الساشيات ديال الكاكاو، ما يعادل يعني 3 ديال المعالق كبار. الا بغيتيها يعني تجيك غامقه اكثر تقدري تزيدي الساشي الثالث. صافي هنايا غادي نخلط الكيك ديالي مزيان حتى كيولي يعني هكا كيولي القوام ديالو على هذا الشكل. القوام ديال الكيك المهم ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. صافي غادي نديرو في واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. المهم انا هنا درتو في هذا المول. الا بغيتيه يجيك عالي اكثر كديريه في مول صغير. نديرو في الفران بارد، شعلت ليه من التحت. تقريبا خدا معايا 35 حتى 40 دقيقه. شعلتها ليه غير من التحت وراه هو ما كيحتاجش يتحمر. من بعد ما كنخرجو مباشره وهو سخون كنسقي بواحد الكاس ديال الحليب بارد مع الكاكاو. الكاكاو ديال الحليب، الكاكاو الحلو. صافي وهنايا غادي ندير عليه واحد الكلاصاج اللي يعني سبق لي وشاركته معكم عده مرات. ذوبت شكلاط اسود مع شويه ديال الحليب، وزدت عليه دانيت 2 ديال البواطات ديال دانيت. صافي
انايا غادي ندوز يعني مباشره باش نقطع معاكم. باش نزين الكيك ديالي عاد نديرو في الثلاجه. بالنسبه للتزيين انا هنايا اختاريت نزين بالكركاع. تقدر يعني تزيني باللي بغيتي. الكركاع كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الشكلاط. كذلك تقدري ديري حتى لي فريز حتى هما كيتواتاو مع المذاق ديال الشكلاط. المهم الصراحه هاد الكيك تيجي زوين بزاف. خصوصا العشاق الشكلاط تيجي اكثر من رائع، يعني تيجي هشيش. انتما كيجي خفيف، تيجي زوين بزاف غزال. وراه ما شاء الله كيعطي واحد الكميه وفيره. راه عطاني هنايا 12 قطعه كبيره، ولا زدت قطعت راه يعطيني 24 مورسو. يعني كيعطي واحد الكميه كبيره. انايا غادي تنوريكم ولقيت راسي يعني كندوق معكم وانا مازال ما تغديت. انايا في هاد الاثناء راه الطويجين ديالي كيطيب. هانتوما شتي راه كيجي رائع. غادي نحطو في الثلاجه. بالنسبه للطويجين ديالي هنا تقريبا راه طاب. صافي غادي ندير هكا زويتينات حامض مصير. عمركم عارفين الحوت. انا صراحه وليت مدمنه هكا على هاد الطويجنات هادو اللي هكا اللي كندخل فيهم الدنجال، حيت انا صراحه تيعجبني. المهم كاين اللي ما تيبغيش. هانتوما الطويجين ديالي كيجي على هاد الشكل هذا، جا بنين البنات. ما شهيتكم فيه والله العظيم الا جا داكشي. صافي كانت هذه هي الغديوه ديالي. رافقت يعني هاد الطويجين هكا شويه ديال الخيزو مشرمل، بطاطا حتى هي مشرمله، الباربه. شويه ديال الفلفله هكا. شويتها هكا ودرت معها مليحه والكمون وشويه ديال سالاد ماروكان. المهم هادشي كامل راه هدايا ما بغاتش تاكل ليا فيه حتى شي حاجه. جبتها يعني وتغديت وكل شيء ما بغاتش. المهم هي اصلا كل مره كيفاش كاين بعض المرات كتاكل ليا شويه الحوت بحال هكا، بعض المرات ما كتبغيش. وكنت مضطره يعني نديها تاكل شي حاجه. انا راه خرجت غير هنايا في السلام حدايا. المهم غادي نديها باش تاكل. قالت لك بغات هكا ساندويتش. المهم كما شفتوا دابا غادي نديها باش تاكل شويه، وان شاء الله من بعد غادي نرجع للدار ونعاود نتلاقى بكم يعني باش نكمل معكم الفيديو. المهم البنات هانتوما كيما تتشوفوا راه في الاخير غير تا ساندويتش، يعني غير ذقته صافي. انا صراحه هي دايما ما كتاكلش، يعني معاناه معها في الماكله من دائما، يعني ملي كانت صغيره. المهم البنات من بعد دابا راه رجعت للدار. غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاملو اللي كنت يعني وريتكم في الفيديو السابق. عندي هنا كما تتشوفوا نص كيلو ديال اللوز اللي حمرته هكا في الفران. المهم كما تتشوفوا راه انا اللوز عندي تحمر شويه اكثر من الجهد، شربوا ليا شويه الفران، ولكن هكا من الداخل راه باقي كما هو، يعني ما تحرقش. صافي كنطحن اللوز ديالي في الهاشوار. الا ما كانش الهاشوار يعني تقدري تحمري غير في الطحانه ديال العطريه. المهم انا هنايا ما طحنتوش يعني مزيان حتى يولي هكا بودره، حيت انا العملو ديالي بغيتو يجيني شويه حرش. ولكن الا بغيتو يعني يجيكم هكا منيل تقدروا تطحنوا اللوز اولا الكاكاو مزيان. هنايا في النص الاخر زدت معاه واحد المعلقه ديال السكر كلاصي. وبالنسبه للسنيده يعني ما ديروهاش نهائيا، لان السنيده ما كتذوبش، الا درتيها غادي تضيعيه. صافي انا غادي نخلط مزيان باش نخلط يعني داك السكر. صافي وهنايا كنزيد زيت الزيتون. انا هنايا درت زيت الزيتون. هو الاحسن املو راه كيدار بزيت اركان، ولكن زيت اركان البنات دار الكرون دابا راه اللي وصل 500 درهم في بلاصتو راه بزاف. المهم انا هنايا درت زيت الزيتون كما تتشوفوا. ومن بعد كنطحن يعني في الخلاط ديال العصير. المهم الخلاط ديال العصير كنسميوه حنايا مولينيكس. حنا مغاربه معروف عندنا بمولينيكس. صافي انا كنطحن يعني كما قلت لكم كطحنوا حسب الرغبه. انا ما بغيتوش يجيني هكا مطحون بزاف، بغيتو يجيني شويه على هذا الشكل، هذا يجي القوام ديالو على هذا الشكل. المهم كما تتشوفوا راه ساهل ماهل وتيجي يعني زوين. ميم 5 دقائق راه وجد معايا. واهم حاجه في هذا الشيء كامل هي انك تتعرفي بعدا اشنو كتاكلي، لان راه داكشي زعما تيتباع ولاو فيه
القوال بزاف لواحد الدرجه كبيره. المهم هذا الموضوع غادي نهضر لكم عليه من بعد. صافي البنات، من بعد يعني قبل ما نسالي الفيديو ديالي غادي ندوز دابا هذه العشيه تقريبا 5 د العشيه، غادي ندوز نعصر معكم واحد الكويس ديال القهوه في العصار هكا ديال الضو. ومن طون بغيت نشارك معكم يعني الطريقه باش هكا كندير يعني القهوه حليب في العصاره ديال القهوه. وعلى فكره راه ماشي كاع العصارات تقدر يعني تنجح معاهم هاد الطريقه هذه. انا بالنسبه لديالتي ما كيوقع ليها والو، ولكن راه كاينين يعني عصارات اللي هكا ديال الا درتي لهم هاد الطريقه ما غاديش تصدق معكم. انا كنهضر على هذه اللي عندي. المهم البنات هنا تندير الماء كما تشوفوا. غادي ندير هنا القهوه مطحونه، غادي نخلط القهوه مع الحليب بودره. انتم على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نشعل عليها ونخليها. ها انتم البنات ملي ها انتم تبدا تقطر كتخرج ليا قهوه حليب. ها انتم على هذا الشكل هذا. المهم راه كتاخذ واحد شويه ديال الوقت. ايوا المهم البنات دابا غادي نجلس نشرب قهوتي، ودابا يلا يعني غادي ناخذ واحد المورسو من ديك الكيكه اللي كنت وجدتها هكا الصباح. دابا ملي كيطول النهار يعني كيكون ضروري بالنسبه ليا ناخذ شي حاجه هكا مع ديك الربع د العشيه الخمسة. كما قلت لكم ملي كيكون هكا النهار طويل، سينو في الايام تيكون النهار هكا قصير، الغداء او العشاء في هكا مع 7 د العشيه. يعني ما تنديرش الكوتي نهائيا. هنا تقريبا غادي نكون يعني وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان الاعجابكم. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.